بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن السبانخ. هنعمل مع بعض السبانخ بطريقة جميلة جدا ومختلفة عن اللي عملته في القناة. اول حاجة بجيب السبانخ بغسلها كويس وابتدي ان انا اخرطها كده تخريطة ناعمة على قد ما اقدر بالطريقة دي. كمان هيكون معايا كزبرة خضراء بكون غسلها كويس ومقطعها بردك كده صغير بالطريقة دي، ودول كده خلاص كده جاهزين معايا. هبتدي اجيب اناء واحطه على النار، واكون بقى بشرة بصلة مفرومة ناعم في قلب الاناء واحط عليه مادة دهنية، وهبتدي اشوح البصلة مع المادة الدهنية لحد ما البصلة تدبل كده وتطلع الريحة بتاعتها. خلاص كده البصلة دبلت معانا. هنبتدي ننزل بعصير الطماطم، هندي تقليبة. بعد كده هديها رشة من الفلفل الاسود، وندي كمان رشة من الملح، وهحط لها هنا كمان معلقة صغيرة من السكر. بنقول ان معلقة السكر هنا بتعادل الحموضة الموجودة في الطماطم عشان ما تبقاش طعمها محدق معانا. هنسيبهم بقى لحد ما يسبكوا. هكون جايبه اناء وحطاه على النار وفيه ميه. اول ما الميه تدخل في الغليان هبتدي انزل بالسبانخ اللي انا مقطعاها زي ما انتم شايفين. هننزل بالسبانخ بس مش هننزل بالكزبره الخضراء. انا هنا هدي غلوه للسبانخ بتاعتنا كده في قلب الميه. اول حاجه عشان نتخلص من كميه الاملاح الموجوده زياده في السبانخ بتاعتنا. في ناس كتير بتتحسس من الاملاح اللي موجوده في السبانخ وما بيعرفوش شكلها، فعشان كده احنا بنعمل الخطوه دي عشان ننزل شويه من كميه الاملاح اللي موجوده في السبانخ. هي دوبك بس بتاخد لها غلوه، ببتدي ان انا اطلعها واحطها في قلب مصفى عشان تصفى من الميه بتاعتها. كده الطماطم بتاعتنا خلاص بقى بتكون اتسبكت. ببتدي انزل بالسبانخ اللي انا حطيتها في الميه وطلعتها على طول، وهبتدي ان انا اشوحها بقى فين في قلب الصلصه بتاعتنا. هجيب بقى الكزبره الخضراء اللي انا كنت فرماها ناعم وهبتدي بردك انزل بيها على السبانخ، وهندي بقى تشويحه السبانخ كده مع الصلصه. بصوا هنا لو تبصوا هتلاقي ان الصلصه قليله جدا، وهتلاقوا ان كميه السبانخ عاليه قوي. فكل ما هتتشوح كل ما كميه السبانخ هتبتدي ان هي تخس معانا. هندي تشويحه كويسه لحد ما تظهر الطماطم بتاعتنا. كل ما بتتشوح كويس السبانخ كل ما بتظهر الصلصه زي ما انتم شايفين. هفضل اقلب فيها كده واشوح فيها كويس لحد ما تظهر الطماطم بتاعتنا كويس. خست خالص السبانخ اهي بالطريقه دي، ومش قادره اقول لكم الريحه بتاعتها طالعه في منتهى الجمال. خلاص كده بقى هي كده بقت حلوه خالص اهي، اتشوحت كويس. وادي شفنا الصلصه بتاعتنا اهي ظاهره. هنبتدي بقى نزود الشوربه بتاعتنا. هنا مش هنزود شوربه كتير لان هي اصلا متشوحه مع الصلصه كتير جدا ومتطعمه بيها. فهنا هديها كده 3-4 كبشات كده حلوين، وهسيبها لحد بقى ايه ما تستوي. بتاخد لها غلوتين كمان وكده تبقى استوت معانا السبانخ بتاعتنا. مش قادره اقول لكم فعلا بتبقى طعمها جميل جدا. تقدري ان انت تقدميها مع طبق رز ابيض في منتهى الجمال. صدقوني الطعم بتاعها جميل جدا. خلاص بقى كده هنقدمها في طبق التقديم. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن السبانخ بالصلصة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.